يبدو أن إسبانيا لا تنظر بعين الرضا إلى عمل المغرب على تعزيز منظومته الدفاعية من خلال صفقات تسليح بمختلف أنواع الأسلحة ومن بلدان مختلفة، أو على الأقل هذا ما كشفت عنه العديد من المقالات على وسائل الإعلام المحلية، كان آخرها الحديث عن تدريب للجيش المغربي مع القوات الصينية. في هذا الصدد، أوردت تقارير إعلامية إسبانية أن عناصر تابعة للقوات الجوية الملكية المغربية أجرت طيلة 7 أشهر تدريبات بجمهورية الصين الشعبية، همت التدريب على استخدام طائرات بدون طيار من نوع وينغلونغ 2. وأفادت أن تدريب عناصر القوات الجوية الملكية المغربية يأتي في سياق اقتناء المغرب لطائرات بدون طيار من النوع السالف الذكر ذات الصناعة الصينية، مشيرة إلى أن الرباط سبق لها أن اشترت 4 طائرات بدون طيار من النوع القديم وينغلونغ 1 من الإمارات العربية المتحدة. وكشفت المصادر ذاتها أن هذا النوع من الطائرات بدون طيار يتميز بكونه قادرا على حمل 12 صاروخا موجها بواسطة الليزر، ومدى نظامه يصل 20 ساعة، ويمكن أن تصل سرعته القصوى إلى 379 كم في الساعة، كما أنه مجهز بنظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وسبق لوسائل الإعلام الإسبانية أن كشفت عن وجود قلق لدى مدريد من توجه القوات المسلحة المغربية نحو تعزيز أسطولها من الطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن هذا النوع من التسلح يشكل تهديدا لإسبانيا، رغم أنه قد يكون موجها لأهداف أخرى. وأوضحت أن القوات المسلحة المغربية أقتنت إضافة إلى الطائرات بدون طيار الصينية 13 طائرة بدون طيار من تركيا مقابل 59 مليون أورو، فضلا عن طائرات أخرى إسرائيلية الصنع.